عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا معشوقة الجماهير، الملاوي التونسية على أصولها بدون إضافات، بطريقة سهلة ومبسطة جدا. قدرة ربي تجيكم ناجحة من أول مرة. أنا بيدي قبل ما كانتش تنجح معايا وجربت برشا مرات حتى وصلت أيست منها، لكن كي جربت الطريقة هذه تبعت الخطوات جتني ناجحة من أول مرة. هيا نبدأ نشوف الطريقة مع بعضنا. أول حاجة ناخذ كيلو سميد أرطب، عليه مغرفة كبيرة ملح وماء دافي، نبدأ نزيدو فيه تدريجيا حتى تتلم العجينة بالباهي. البنات العجينة القوام تاع العجينة تبقى مرخوفة شوي، ما لازمهاش تكون مكبوسة باش ما تجيناش كعبة الملاوي شايحة يابسة وناشفة. لهنا نظفت الرخامة متاعي وحطيت العجينة باش نبدا نعجن فيها. والسر متاع الملاوي باش تجينا ناجحة وطرية، العجنة لازمنا نعجنوها بالباهي وكل مرة في وسط العجنين نحلو العجينة متاعنا شوي ونضيفوا لها شوي ماء ونكملوا نعجنوا. نعاودوا برشا مرات الطريقة هذه حتى نسمعوا ترشيقة في العجينة، هكاكا نعرفوا اللي العجينة متاعنا حضرت ونبداو نشكلوا فيها. وهكا عجينتي تعجنت والقوام متاعها كما تشوفوا البنات مرخوفة شوي وتتلصق شوي في اليدين، هكاكا تجيكم نتيجة احسن وتجيكم الملاوي اطرى. ندهن انتي بالزيت بالباهي ونبدا نشكل في عجينتي كويرات صغيرة. انا نعملها صغيرة خاطر الطاجين متاعي صغير ماهوش كبير. نبقى نشكل فيه حتى نكمل الكمية العجينة اللي عندي الكل. بعد ما نكمل نشكلها لازمني ندهن الكويرات ندهنهم بالزيت بالباهي باش العجينة متاعنا ما تجيناش شايحة وما تعملناش اكل الجلدة من برا. وبعد ما نشكلها الكل نغطي الطبق متاعنا بالبابي سلوفان بالبلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح اقل حاجة نصف ساعة. البنات كل ما ترتاح كل ما تعطيكم نتيجة احسن. لهنا غطيتها بالبابي سلوفان وقطعت عليها الهواء جملة واحدة باش ما تشيحناش العجينة وخليتها ترتاح ساعة كاملة. وكل ما ترتاح العجينة كل ما تعطيكم نتيجة أفضل. لهنا بعد ما ارتاحت بديت نجبد بالكعبة ودهنت رخامة متاعي بالزيت وبديت نحل فيها. البنات تحلوها على الاخر حتى الكعبة الملاوي تولينا ترانسبارنت بيننا الرخامة ملوطة هكاكا باش تجينا مورقة وتجينا طرية. نحلوها بالباهي وبعد نحطو في وسطها الزيت ونطوها على 4. تشوفوا الطريقة في الفيديو. انا نحط فيها برشا زيت خاطري نحبها مشخشخة بالزيت. شفتوا لهنا حطيت فيه الزيت. ونسكرها بالطريقة هذيك
ونحطها على جنب، ونكمل بقية الكعبات الكل بنفس الطريقة. ولهنا تحبوا تعملوها بزيت زيتونة وإلا بزيت نباتي، كل واحد وشنو يحب. أنا نعملها بزيت زيتونة خاطر ساعات صغاري ياكلوها شايحة من غير حد شيء. كي تبدأ بزيت زيتونة تجي أفوح وأبن. واللي ما يحب زيت زيتونة يعمل زيت نباتي، الاختيار يرجع لكم. وتو بعد ما طويناهم الكل على الزيت، ناخذ اول كعبة طويتها ونبدأ نحل فيها. لبنية الطاجين نحطوه على نار قوية وندهنوه المرة الاولى بطرف زيت، ونبدأ نحله في الكعبة متاعنا بشوي بشوي وننزلوا على الاطراف باش ما تبقاش الاطراف خشينة. نحلو كعبة الملاوي متاعنا بالباهي ونحطو الطاجين متاعنا على الغاز، لازم يكون على نار قوية على الاخر. وبعد كي نحبوا نقصوا امام اللول لازم يكون الطاجين سخون على الاخر. لهنا هزيت كعبة الملاوي متاعي حطيتها استويتها. ولبنات ملاحظة مهمة، لازم كعبة الملاوي ما نخلوهاش تطيب على وجه واحد فرد مرة، لازمنا نخلوها شوي على الطاجين بعد ديريكت نبدلوها على الوجه الثاني، هكاكا باش نحافظوا على الرطوبة متاع كعبة الملاوي وما تشيحناش. كي نخلوها تطيب في على معناها فرد مرة من جهة واحدة تجينا كعبة الملاوي شايحة ويابسة وملبدة. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتو تشوفوا المراحل بالضبط في الفيديو. طبعا نعمل لكم كعبات باش تفهموا شنو نقصد.
لهنا بعد ما حضرت اول كعبة شوفوا البنات جت طرية، نطويها على 2 ونخبيها بالطريقة ذيك، نلفها في منديلة ونحطها في حكة ونغطيها ببلاستيك غذائي ونسكر عليها. هكاك كعبة الملاوي تبقى لنا طرية حتى كتبات تبقى طرية. وتو نكمل باقي الكعبات، جربوها البنات، الطريقة راهي مهمة جدا كيفاش نخبو كعبة الملاوي باش تبقى لنا طرية. وهكا البنات حضروا كعبات الملاوي متاعنا، جو طريين مورقين خفيف، يعملوا 66 كيف. ننصحكم تجربوا الطريقة وما تندموش. وننصحكم باش تجربوا الطريقة وان شاء الله تنجح لكم من اول مرة. وما تنسوش باش تدعموني باشتراك واعجاب. بسلامة، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.